السلام عليكم أعزائي المتابعين قناة اخترنا لك معايا. جايبين لكم النهاردة زي ما عودناكم سعر الذهب. النهاردة 9 يوليو. الذهب عيار 24 ب2491. زي ما قلنا سعر الذهب عيار 24 ب2491. سعر الذهب عيار 21 2180. سعر الذهب عيار 18 1869. سعر الذهب عيار 14 1453. سعر الذهب عيار 10 1338. سعر وقية الذهب 77483. سعر جنيه الذهب 17440. ده بالنسبة لسعر الذهب النهاردة لحد 9 يوليو. زي ما احنا شايفين في تفاوت كتير قوي في أسعار الذهب. طبعا استقرت محلات الصاغ على الأسعار اللي احنا قلنا عليها دي تزامنا مع عطلة بورصة المعدن الأصفر عالميا، بعد ما انخفض أسعار الذهب امبارح بحوالي 25 جنيه، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 في التعاملات النهاردة عند مستوى أسعار تعاملات المعدن الأصفر أمس. زي ما قلنا كده الأسعار دي عبارة عن السعر بدون مصنعية وفقا لآخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر حسب ما أعلنته الشعبة العامة للذهب. فأي حد عايز يستثمر في الذهب يبص معانا في الأسعار وشوف الدنيا عاملة ازاي. طبعا الاستثمار في الذهب بيجي عن طريق الاستثمار لفترة طويلة طويل الأجل، لكن في الفترة قصيرة الأجل هتلاقي التفاوتات مش هتمثل استثمار ولا حاجة. لكن لو الواحد بيحتفظ بالذهب على 10-20 سنة ممكن تفرق معاه ويكسب ويستثمر فيها. أما بالنسبة لسبائك الذهب طبعا هنستعرض لكم الأسعار اللي حصل في سعر سبيكة الذهب النهاردة. يعني كان في استقرار ملحوظ بعد تراجع سعر الذهب امبارح. بس سبيكة الذهب بترتبط طبعا زي ما احنا عارفين بسعر الذهب عيار 24، عشان كده انخفضت سعر سبيكة الذهب اللي وزنها 50 بقيمة 1400 جنيه دفعة واحدة، وسجلت دلوقتي 124,300 124,300 بدل ما كانت ب125,700. دي السبيكة اللي هي وزن 50. طبعا بتختلف السبائك، أسعار السبائك حسب أوزانها المختلفة في مصر، وده وفق آخر تحديث. ويعد طبعا الاستثمار في الذهب إن هو ملاذ آمن للمستثمرين، وخاصة الاستثمار في سبائك الذهب. طبعا احنا عارفين إن السبائك في سبيكة 1 جرام، سعر السبيكة 1 جرام النهاردة 2486 جنيه. أيضا تراجع حصل لها تراجع غير مسبوق في عيار 21. أسعار الذهب انخفضت ب140. طيب سبيكة الذهب اللي هي 2.5 جرام انخفضت 62 جنيه. سبيكة الذهب ال5 جرام بلغت 14,430. سبيكة الذهب 10 جرام وصلت ل24,860 جنيه. نتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو أول مرة تزوروا القناة بتاعتنا نتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. متنسوش تدعمونا بلايك وشير الفيديو عشان يوصل أكبر عدد ممكن من المتابعين. شكرا ليكم أعزائي المتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.